ملخص اخبار النهارده، اخبار الاهلي والزمالك وبعض الاخبار الاخرى. جايب لك شويه اخبار كده على الرايق. طبعا كل خبر انا جايبه لك بالمصدر. قبل اي حاجه عزيزي المشاهد، ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضغط لايك ومتابعه فضلا وليس امر. اللايك والمتابعه يفيدوني جدا، فما تبخلش على ايام الاثنين. بالنسبه لاخبار النهارده تابع معايا. تقارير امام عاشور يظهر في التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر امام كوت ديفوار، وحسام حسن يضع تريزيجيه على دكه البدلاء. رسميا مصطفى غربال حكما لمباراه مصر وكوت ديفوار. منصه وين وين قائمه اللاعبين الذين سيخرجون من الاهلي سواء بنظام الاعاره او البيع النهائي في فتره الانتقالات الشتويه الحاليه. حتى الان تضم اشرف داري وجريديشار وقفشه، بجانب احمد رضا الذي اقترب من الخروج معارا الى البنك الاهلي، بينما لم يتم تحديد وجهه مصطفى العش مدافع الفريق حتى الان. اليوم السابع الاهلي يحصل على الموافقه بحضور الساعه الكامله لاستاد القاهره امام يانج افريكانز. وفقا للاعلامي احمد شوبير، ديسو مايلي يطلب من الاهلي 5 مليون دولار من اجل ارتداء الفانيلا الحمراء. قناه العراقيه الرياضيه، مصادر خاصه، نجم اربيل مصطفى قابيل على رادار الاهلي المصري، حيث بدا النادي المصري بالاستفسار عن اللاعب عند بعض الوكلاء. وفقا للصحفي محمد ابو علي، هناك صفقه تبادليه قويه ستكون بين النادي الاهلي والمصري البورسعيدي خلال ساعات. مصطفى العش سينتقل بصفة نهائية للمصري، بينما محمد سيحة سينتقل على سبيل الإعارة. وفي المقابل النادي الأهلي سيتعاقد مع المدافع خالد صبحي ولاعب الوسط محمد مخلوف بصفة نهائية. الصحفي محمد أبو علي، الأهلي عمل عقد جديد لإبراهيم الأسيوطي بعد طلب يسترب الإبقاء على اللاعب مع الفريق الأول ويتم معاملته كباقي اللاعبين. وفقا لموقع في الجول، الاتحاد السكندري اتفق مع محمد مجدي قفشه على البنود الشخصية لضمه على سبيل الإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم. وفقا لموقع اليوم السابع، الاتحاد السكندري يستهدف التعاقد مع السلفيني جريديشار مهاجم الاهلي في الميركاتو الشتوي، انتظام ادم كايد في التدريبات الجماعيه للزمالك بعد الشفاء من الاصابه. تقرير عبد الله السعيد سيكون جاهزا للمشاركه في مباراه انبي يوم 20 ببطوله الدوري بعد اقتراب شفائه. وفقا للاعلامي خالد غندور في تصريحات اذاعيه، هناك نيه داخل نادي الزمالك لاستمرار معتمد جمال مديرا فنيا للفريق حتى نهايه الموسم. تقارير بيراميدز يفتح الباب امام رحيل اوباما في ميركاتو الشتاء على سبيل الاعاره. رسميا النادي المصري البورسعيدي يتعاقد مع لاعب الوداد اسامه الزمراوي. رسميا الوداد المغربي يعلن التعاقد مع صلاح الدين مزد لاعب الزمالك السابق. شبكة سكاي سبورتس، عمر مرموش ليس لديه أي نية للرحيل عن السيتي في يناير وسيقاتل على مركزه. بس كده عزيزي المشاهد، دي ملخص أخبار النهاردة. كل خبر أنا جايبه لك بالمصدر وجايب لك شوية أخبار على الرايق. طبعا لو أنت استفدت من الفيديو فضلا وليس أمرا تابعني واستناني في فيديو جديد. بس كده، وقبل ما أقفل الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.